السلام عليكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا بحالها. ويلا بينا يا أجمل وأحسن متابعين نشوف حلقتنا بتحكي عن ايه النهاردة. بس يا ريت يعني قبل ما نشوف حلقتنا ما تنسوش انك تفرحوني وتعملوا لايك واشتراك في القناة علشان بقى يوصل لكم اي حلقة جديدة انا بنزلها من عشق بين الكبرياء او غيره. ويلا بينا يا قلبي ويا حبايب قلبي نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن ايه وايه اللي هيحصل فيها النهاردة. يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. بقولك ايه يا اسيا، انا اقسم بالله عمري ما جربت احساس النكد ده، عمري ما عدى حواليا اصلا يا بنتي. اسيا وكأنها كانت عايزة حد يقول لها كلام اكتر عشان تعيط اكتر. اسيا بدأت ان هي تعيط تاني وهي بتقول خلاص انا كنت عارفة اصلا ان انا ممكن اكون حلم تقيل عليكم، بس والله انا اسفة. يخرب بيت امك، ايه بيت انت طلعتي حساسة قوي بقى. لا انا مش حساسة، انا بس عارفة ان انا حمل تقيل عليكم. يا حبيبتي انت ايه يا بت يا بت ده انت هتقعدي معايا بس يوم وهتمشي اليوم التاني، يعني احنا لازم نستغل كل وقت ونقضيه مع بعض في يا جماعة كده، مش عايزين نكون نكديين. الله لا انا اسفة بجد لو تقلت عليكم في حاجة يعني. تقلتي علينا صح؟ اه طيب يا بت. وقامت وبدأت ان هي تزغزغها اسيا. يا بت بعدي يخرب بيتك ابعدي كده عني. واول ما بعدتها وزقتها بدأت ان هي تطلع تجري. اسير يا حبيبتي تعالي زغزغك يا ماما، لحسن انت كلام شكلك كده نكديه ان هما يجروا في الصاله والشقه كلها. لا لا بصي يا ماريا انا هعيط والله اقسم بالله لا هعيط. هتعيطي هزغزغك تعالي بقى. لا. وبعد من الوقت كانوا قاعدين. بقول لكم يا بنات، اوف انا زهقانه قوي ومش لاقي حاجه نعملها. هو انتوا ايه اللي صحاكوا بدري كده؟ والله احنا زي ما عرفناش ننام قوي ونمنا شويه صغيرين وصحينا. انا برضو ما عرفتش انام قوي يعني، انا كنت شويه صغيرين وصحيت لدرجه اني رحت بقى قلت ارخم على الواد ادم، والله وحشني قوي. امم وانا كمان جاسر وحشني. امم بس على فكره جاسر ده بيحبك بجد. انا عارفه جاسر مستحيل يبعد عني، بيعمل كل حاجه علشاني وعلشان خاطر يساعدني. امم ربنا يخليهولك يا رب، يا رب يا ماريا. امم ايه بس يا جماعه الدراما دي. بقول لكم ايه رايكم اجيب فشار ونتفرج على اي فيلم كده؟ امم اول مره تقولي فيلم من غير ما تحطي تحتيها مسلسل تركي. ها يا اختي، هو انا يوم ما يوم تبع كده انا بتابع مسلسلات تركي لخبطتيني. انا بتابع مسلسلات تركي لكن دلوقتي انا اتفرجت عليهم كلهم اصلا. ماشي، فهدوري بقى على اي فيلم هندي، لو لقيت مسلسل تركي هاتي، بس لازم نكون متابعينه من الاول فما تجيبوش. يلا وانا هروح اجيب لكم فشار كده وايس كريم واظبط لكم الدنيا. ماشي. بدأت ان هي تمشي وتتوجه ناحية المطبخ وهي مبتسمة، وهي كل اللي في دماغها انهم لازم يلحقوا يقضوا وقت مع بعض ويقربوا مع بعض اكتر لانهم بجد صحاب، ولازم يكونوا صحاب جامد جدا لانهم صريحين جدا مع بعض، ودولك اللي يتقال عليهم صحاب بجد. دخلت وعملت كل ده. بقول لكم ايه يا بنات، زغرطوا بقى ده النهارده فرح، جبت لكم مانجا. كلهم ابتسموا عليها لدرجة ان هم ضحكوا كمان. الله هو انا قربت منكم زغزغتكم يعني ولا ايه؟ حطيتهم على الترابيزة. يلا بقى يا بنات يلا عشان ناكل كده ونخربها. ايه لقيتي ايه ده المسلسلات دي؟ يلا يا جماعة نتفرج يلا. كانوا بيتفرجوا وبيهزروا وبيضحكوا وبياكلوا، كانوا بيقضوا وقت جميل فعلا مع بعض. آسيا كانت أول مرة تحس الشعور ده، شعور كان جميل. أول مرة تحس إن هي مش لوحدها، أول مرة تحس إن هي ممكن تهزر وتضحك من غير ما تكون شايلة هم اللي هيحصل بعديها.
كانت فعلا بتضحك من قلبها، ودي ولا أول مرة تحصل. وطبعا جاسر كان شايفها من بعيد، وهو فرحان جدا على آسيا، وإنها بقت مبسوطة أخيرا. ياه، قد ايه هو كان حلمه يشوفها مبسوطة، بيعمل كل حاجة عشان يشوف بس ضحكتها. اما عن ماريا فكانت فرحانة جدا، برغم ان هي كانت زعلانة على ادم اللي سابها ومشي، اللي هما كانوا تقريبا احلى اخوات، وعلاقتهم كانت قوية جدا. اسيل بقى اللي اول مرة تحس ان هي معاها صحاب ومش لوحدها، مش دايما خايفة، خايفة لحسن تفضل لوحدها، خايفة تموت وهي لوحدها. أول مرة تحس إن هي عندها صحاب ولمة وحاجات جميلة، والحاجات اللي هي بتسمع عنها دايما دي. أيوة تسمع عنها، أصل عمرها ما جربتها. حتى حنان أبوها ما شافتهوش، أبوها اللي لسه عايش بس يعتبر ميت. قد ايه أسيل كان حلمها إن هي تجرب حنان لو مرة واحدة بس، قبل قبل ما يموت. ومامتها اللي ماتت ما جربتش أي حنان من الطرفين،